طبيعة الحال في هذه الاشتباكات التي تكون متقاربة جدا بين بنايات وبين أبنية متلاصقة في بعض الأحيان، لا يمكن معرفة من يحمل السلاح، لا يمكن معرفة من الذي يبدأ في هذا الموضوع وكيف تبدأ وتنطلق المعركة والاشتباك ليتحول إلى فوضى عارمة وإلى جرحى في الأرض. حتى الآن لم نفد بوقوع إصابات قاتلة، فقط جرحى الذين رأيناهم ربما لا يتجاوز عددهم 10 إلى 15 جريحا في محيط هذه المنطقة. دخول الجيش على هذا الخط، على هذا المشهد، غير من شكله وصمت ربما إطلاق الرصاص منذ بعض الوقت فقط وحتى الساعة. نعم. طيب، أشكرك حتى الساعة. شادي، أتحول إلى طنطا في الغربية مع الصحفي عادل درة. كيف تبدو طنطا اليوم سيد عادل؟ يمكن هناك اشتباكات حادة مع رشاشة وأسلحة آلية إلا أن الشرطة تتعامل معهم. هناك حالة من الاستنفار الأمني الشديد داخل المحافظة، وخاصة أمام المصالح الحكومية والديوان العام للمحافظة ومدينة المحلة والشركات وشركات البترول وشركات المياه والكهرباء وتأمين الكباري والقناطر الدهطورة، خاصة أن هناك أنباء عن احتمال تعرضها لأي أعمال شغب أو عنف. هناك تأمين كامل، القوات المسلحة منتشرة، تم نشر عدد كبير جدا من المدرعات في الشوارع الرئيسية بشارع البحر الرئيسي